أنا اسمي صفية مصطفى، 27 سنة، آنسة، بشتغل محاسبة. السلوكيات الغلط، نظام الأكل، فكرة الأكل اللي احنا في شعب مصري، فالطبيعي احنا ما بناكلش أكل صحي أصلا، فده اللي بيسبب زيادة الوزن. طبعا مفيش كنترول لأن ده الأكل الموجود. عايزة أغير الفكرة نفسها بنظام الأكل، اللي أنا ابتدي اللي أنا أعود نفسي اللي أنا أكل أكل صحي، عشان خلاص ده يبقى نمط الحياة، عشان ما اتخنش تاني. مخاوفي اللي انا افضل كده، اللي انا ما اتغيرش، اللي انا مفيش حاجه جديده، انا افضل طول عمري بعاني من مشكله ومش لاقيه لها حل. اكتر حاجه نفسي احققها اللي انا احس ان انا مبسوطه وراضيه بنفسي، اللي انا عايشه مرتاحه زي بقيه الناس، اللي هو الناس الرفيعه اللي بيعيشوا براحتهم، مش هيبقى اكل صحي بس عايشه براحتي، اللي انا مش متضايقه. مثلا لما باجي اخرج مع اصحابي، لا انا مش هخرج ليه اتخن واحده فيهم، بيبقى شكل وحش، يعني كلهم رفيعين وانت بتحسي انت اكبر منهم سن، انهم ممكن يكونوا هم اكبر منك، لكن ببان انا الكبيره. زياده الوزن مشكله بالنسبه لي، اللي انا ما بعرفش اشتري لبس براحتي، واخش مثلا اشتري اي محل، لا سوري مفيش مقاسك. طبعا ببقى متضايقه، اللي انا يعني كفايه ان انت تخشي محل كده حد يقول لك سوري مفيش مقاسك، دي كفايه يعني احراج. تاني حاجه ان اخواتي معقديني، يقولوا انت تخينه، انت تخنتي، انت مش عارفه تلاقي لك كرش، مش عارفه تلاقي لك ايه، لان انا اخواتي رفيعين جدا، بس ده كل ده بيأثر فيا. يعني عموما اكتريه الناس دلوقتي او الرجاله عموما بتحب الناس اللي هي اجسامها كويسه. المعوقات اللي قابلتني ان انا مجبره على اكل معين، انا مثلا بروح البيت الاقي ماما طبخه اكل معين، فانا بضطر اكل منه، احنا كلنا بناكل اكل واحد. فان شاء الله مع نسل ان شاء الله هبتدي انقل الفكر اللي هو الاكل الصحي للبيت، اللي انا اخليهم كلهم ياكلوا اكل صحي، مش اكل دايت، لا اكل صحي، ان هو يحافظ على اجسامنا ونخسسنا وفي نفس الوقت صحي. اكتر حد نفسي افاجئه هو اهلي، عشان هم طول النهار بينتقدوا، انت مش بتخسي، انت بتتخني ومش هتخسي، فده فعلا نفسي اقول لهم لا انا هقدر اخس وابقى احسن منهم، لان اخواتي رفيعين فطول النهار بيغزوا فيا بصراحه. فانا نفسي اوصل لهم لا انا بقيت زيكم.